السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ انا اميرة صابر من قناتي اميرة في مطبخي. ما تنسوش بقى لو اول مرة تزوروني في قناتي لايك الفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد ان شاء الله. النهاردة معانا بمناسبة بقى الحر والصيف اللي جاي لنا عايزين حاجة تبرد علينا اليوم. عاملين احلى ايس كريم بدون اي فواكه بطعم الفواكه الطبيعي 100% بجد. حاجة كده تحفة، والفراولة بتاعته مركزة جدا. قبل ما نبدأ الفيديو بنسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ مع بعض الفيديو عشان وصفتك تنجح معانا النهاردة. هنا معانا لتر حليب لبن ومعلقتين لبن بودرة. مكونات النهاردة: معلقتين لبن بودرة، لتر حليب، 3 معالق سكر، 4 معالق نشا. هنا دون السكر بتاعي: 3 معالق سكر، 4 معالق نشا، معلقتين حليب بودرة. ونقلب المكونات مع بعض كده لحد ما تدوب تماما. وتأكدي معانا المكونات تتقلب على البارد، ما ينفعش تقلب على النار عشان مكونات النشا واللبن ويعني ما يكتلش منك في قلب المهلبية اللي احنا هنعملها النهاردة. هنا بقى طبعا بعد ما داب معانا نرفعهم على النار بتاعتنا بتكون عالية الاول، وبعد كده بتبقى لما الخليط بتاعك يسخن بنهدي خالص نخليها وسط. هنا بدأ الخليط بتاعي هو يتقل معانا، مش عايزينه اللي هو تقيل قوي قوي ان هو يربط معانا زي المهلبية. احنا عايزين قوام كريمي، يعني مش متماسك، سايل كده، يعني هتشوفوا قوامه في اخر الفيديو. هنا بقى طفينا النار. تعالوا بقى نشوف القوام بتاع الخليط بتاعنا النهاردة. شايفين قوام كريمي جدا مش متماسك، هو لسه سخن معايا. تعالوا بقى نروح نشوف هنعمل بعد كده. بعد ما حشناه من على النار، عندك بقى استرتش راب. اهم حاجة او كيس نايلون يتحمل درجة الحرارة. هنا انا كان متوفر عندي الاسترتش. هقطع من الاسترتش على قد الخليط، يعني على قد حجم الخليط بتاعك. يعني شوف الحجم بتاعه هياخد قد عايزين الوش بتاعه كله هيكون متغطي، مش هنغطي من فوق، لا احنا هننزل الاسترتش راب بتاعنا على الخليط كده زي ما انتم شايفين. لازم يكون ملامس المهلبية او خليط الايس كريم اللي احنا عاملينه، لازم يكون ملامس جدا كده زي ما انتم شايفين. هنا في حتة كانت مش ملامسة، بس انا عدلتها هو معاكم. شايفين ملامس عشان السبب من كده ما يعملش طبقة خارجية هتكتل منك تعال نشوف بقى المرحلة اللي بعد كده. هنا معانا كوباية وربع كريم شانتيه، ومعانا كوباية لبن مثلج، يعني في كريستالات من التلج كده. وهنضيف من معلقتين ل3 معالق سكر على حسب الرغبة. يعني هنا معانا حابة انت متوفر عندك باستري كريم تحطي معلقتين، مش متوفر عندك بديل باستري كريم زي ما انا محطيت كده دلوقتي معلقة لبن بودرة كبيرة هرمية او معلقتين كده كده. احنا عاملين كريم شانتيه باللبن فمش قوي برضه، يعني حطيت معلقة واحدة كفاية. هنا خلطت المكونات كده مع بعض علشان بالاول خلطتهم مع بعض من غير ما المضرب يكون شغال عشان الكريمه متطيرش مني. وبعد كده هنضيف بقى السكر. هنا معلقه ونص سكر بودره وعليهم معلقه سكر حبيبات، لان كان البودره اللي عندي خلص، السكر البودره اللي كان عندي خلص. هنقلب المكونات كويس اوي بالمضرب كده زي ما انتم شايفين. الخليط بتاعنا هنضربه النهارده، يعني مش هنضربه خليط كريم شانتيه متماسك ان انت راح تعملي بيه تورته او جاتوه مثلا، لا احنا هنعمل الخليط بتاعنا مش مضروب 100%، يعني 80-70% كده. هتشوفوه معايا. هنا انا بضربه، لازم السكر بتاع الحبيبات يدوب منك تماما، يعني حاولي ان هو يدوب. هنا بقى حسيت
ان مهما هضرب هنا في البولة او الطبق البلاستيك بتاعي الخليط مش بتضرب كويس، لان البولة اللي معايا واسعة. فانا هاجي معاكم في الفيديو دلوقتي وانا بنقل الخليط بتاعي في قلب الحلة او البولة بتاعت العجان، يعني اللي هو المضرب اللي انا بضرب بيه دلوقتي محكوم شوية علشان اعرف انه شوفوا بعد يعني انا حاولت ان انا اجيب الخليط على جنب عشان اعرف اضربه، بس برضو مش جاي معايا يتضرب كويس. هنا بقى اهو هنقله في قلب البولة بتاع العجان وهكمل ضرب فيه. بتضربي من 5 ل6 دقايق، يعني على حسب الخليط بتاعك، بس زي ما احنا قايلين الخليط بتاعي مش خليه يتماسك اوي. هنا بقى بعد ما خلصنا ضرب المهلبية اللي احنا كنا عاملينها، الصراحة ما عملتش اي طبقة فوق بسبب الاسترتش راب اللي احنا حاطينه او الكيس النايلون، ولا عملت طبقة في الحلة. اكمني انا كنت بقلبها باستمرار، ما حشتش ايدي من الحلة لحد ما خدت القوام اللي انا عايزاه. ما عملتش طبقة ولا فوق ولا تحت، الحمد لله. هنا بقى هنكمل الضرب بتاعي. هتضربيه برضو من 4 5 دقايق كده على حسب الوقت اللي هياخد مني معاكم لحد ما نتأكد الكريمة والمهلبية او الخليط بتاعي يتمزج كده كله مع بعض. هنا بقى بعد ما هنضرب وهنخلص هتجيبي بقى تعالوا نعمل الأطعمة بتاعة الايس كريم بتاعنا. وسامحوني ان انا ما نزلتلكمش فيديوهات الفترة اللي فاتت دي، والله مش بايدي، بس كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة العيد انا كنت مجهزة الفيديوهات بس المونتاج بتاعها وقف عليا وما كنتش بفضل ان انا اعمل اي فيديوهات، وان شاء الله تتعوض في العيد الجاي وهننزل فيديوهات مع بعض. كل سنة وانتم طيبين وعقبال العيد الجاي ان شاء الله. هنا بقى هنجيب بولة بلاستيك على حسب يعني انتي هتحكمي الغطا بتاعها، يعني محكمة الغلق. هنجيب بقى بمغرفة او بكرنيب على حسب ما بتسموها 4 مرات، يعني المعيار بتاع المغرفة بتاعتك او اللي انتي هتعايري بيها الايس كريم 4 مرات. اول طعم هنعمله بطعم الفانيليا. انا حطيت باكت فانيليا وقلبته كويس اهو زي ما انتم شايفين بسباتولا او معلقة. هتقلبيه كويس وهتشوفي السكر بتاعه على حسب الرغبة، يعني انتي عايزاه يبقى مسكر قوي، عايزاه يبقى قليل شوية، عايزاه يبقى مظبوط. الصراحة بتاعي مظبوط، ولا مسكر قوي ولا قليل قوي، يعني ما بين البنين كده. دي محكمة الغلق اهو، نقفلها ونوديها الفريزر على طول. هنا بقى معانا الطعم التاني. حابة انتي طعميها بشوكولاتة، متوفر عندك شوكولاتة اللي هي الكريمي، مش اللي هي ممكن عادي تعمليه بجناش شوكولاتة، تعمليه بكاكاو، كاكاو زي ما انا عاملاه كده، بس المهم يكون كاكاو نضيف، كاكاو اسباني. اللي في كاسة دي مش بتاعتي والله، دي انا اتفرجت عليها على قنوات اجنبية وحبيت اجربها معاكم النهاردة، وان شاء الله هقول لكم رأيي فيها بصراحة. هنا كاكاو بتاعك كاكاو اسباني، بيبقى اكتر درجة غامقة في الكاكاو، ده انضف كاكاو تجيبيه. انت بتتحكمي في درجة الغمقان، اذا كان كيكة او ايس كريم او شوكولاتة، اي حاجة بتقدري تتحكمي فيه. انما الكاكاو التاني بيبقى الدرجة بتاعته فاتحة، بتكتري في الكاكاو، على ما بتوصلي اللون اللي انت عايزاه. لكن الدرجة دي بتبقى جميلة وهي انضف نوع في الكاكاو. ان شاء الله لما تجربوها هتعرفوا ان ده انضف نوع في الكاكاو.
هنا بقى حسيت ان الكاكاو بتاعي لسه عاوز كاكاو، فايه اللون بتاعه عايزه يبقى مظبوط لون الشوكولاته عادي اللي احنا بنشتريه جاهز. وبجد كان طعم حاجه كده خيال فوق الوصف، ان شاء الله لما تجربيها احلى من اللي انت بتشتريه يعني، ومضمونه انت عاملاها حاجه بيتي، ما هيش فيها الوان صناعيه او فيها اي حاجه تاني. هنا بقى بنكمل تقليب مع بعض لحد ما نتأكد ان ما عادش فيه اي ذرات من الكاكاو في قلب الخليط بتاعي، لان بعد كده لما هتيجي تقدميه هتلاقي فيه كتل كاكاو بودرة. يعني حاولي ان انتي تتأكدي كويس قوي ان ما عادش فيه اي ذرات من الكاكاو. هنغطيه بقى هنا بالاسترتش راب. لو ما عندكيش اي متوفر اي علب محكمة الغلق يبقى بستريتش راب، وهتحكميها كويس قوي علشان مش عاوزين يلمسها اي تلج او اي حاجة من دي. هنا بقى دول اللي اتبقى معايا من الخليط بتاع النهاردة. كان متوفر عندي جيلي فراولة دريم بدل الفراولة، يعني بدل الفراولة لو هتعملي فراولة هبقى لو انتوا عاوزين ان انا اعمل لكم بالفواكه الطبيعي ما عنديش اي مشكلة، وان شاء الله هبقى عند حسن ظنكم. لكن ده بجيلي الفراولة حطيت منه معلقتين برضو على 4 كبشات من او معايير اللي احنا معايرين بيها، واكتفيت بالمعلقتين وما كانش محتاج اي الوان صناعية ولا اي حاجة. يعني باللون ده كان بجد نفس الكتل اللي هي الفراولة اللي بتبقى موجودة في الفاكهة ذات نفسها. وهنعمل نفس الطريقة برضو، وهنغطيها بستريتش راب وهنحطها في الفريزر لحد ما تاخد القوام بتاعها المظبوط. هنا هو خلصت هنا الكمية هنا بعد ما حطيتهم في الفريزر وطلعتهم بعد ما خدوا القوام مش متلجين، يعني القوام بتاعهم زي الايس كريم الجاهز. بجد كان طعمه كده تحفة خيال. اتمنى ان انتوا تجربوه ان شاء الله هيبقى عند حسن ظنكم. هنا لو ما عندكيش مش متوفر عندك المعلقة او اللي هي بتعمل الايس كريم اللي بتبقى عند البياعين الايس كريم، في شنطة المعالق معلقة شكل دي بالظبط. يعني شنطة المعالق هتلاقي حاجة كده زي تكويرة بتاعت معلقة الايس كريم. هنا دون الفانيليا. الصراحة اكتر حاجة عجبتني في الايس كريم دون الفراولة، وبعد كده الشوكولاتة، واخر حاجة كانت الفانيليا. يعني انا مش عارفة ليه هي ساحت مني، لكن الصراحة شايفين بقى طعم الشوكولاتة او الكاكاو نفس الجاهز بالظبط. والفراولة واخدة رقم 1، الفراولة رقم 2، الكاكاو رقم 3، الفانيليا. يعني مش عارفة ليه، يعني علشان ممكن في الجيلي جيلاتين فمتماسكة الفراولة معايا، وفي الكاكاو برضو نسبة منه الكاكاو برضو ظبط بس مش قوي زي الفراولة. انما الفانيليا مش متماسكة معايا خالص، وفيها يعني حبيبات من كريستالات التلج، يعني فيها حبيبات تلج صغيرة كده مش عارفة ليه. ان شاء الله هعرف السبب وهنزل لكم فيديو جديد وهنصلح فيه يعني الاخطاء بتاعتنا. هنا الفراولة ومش محتاجة اي كلام هي والشوكولاتة، لكن زي ما انتم شايفين الفانيليا بتاعتي كانت سايلة. مش عارفة بقى ممكن القنوات الأجنبية دي تكون حاطة نسبة جيلاتين بس مش ظاهرة. استنوني في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.